ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشيني كتير بجد والله. احنا طول شهر رمضان انا ما عملتش فيديوهات خالص، انا ما نزلتش غير فيديو تقريبا اول يوم رمضان لل... للزينة والحاجات دي اللي انا عملتها في البيت، وما نزلتش في ساعتها اي حاجة. اليوم في رمضان بجد لو انا كنت طايله هو يبقى 48 ساعه عشان الشغل اللي فيه يخلص، بجد كنت هخليه 48 ساعه. اليوم ما كانش بيقضي اي حاجه خالص، مع صيام، مع الفطار، مع السحور، مع في مدارس الدراسه طبعا كانت واخده جزء كبير، الولاد بيناموا في ميعاد، كان في التزامات كتيره قوي، ما كانش في وقت خالص خالص خالص. وكمان انا جيت مثلا لاول بعد اسبوع، اول اسبوع من رمضان بدات ان انا انضف البيت، لان انا ما نضفتش قبل رمضان. بدات ان انا انضف، او اول اسبوع اول 10 ايام بدات ان انا انضف. خدت ال10 ايام اللي في النص دول التنظيفات اللي هي العميقه قوي قوي قوي. طبعا ما صورتش اي حاجه من دي. لا، صورت حاجات بسيطه قوي، ان شاء الله انزلها لكم في فيديو بعد كده. هي حاجات بسيطه قوي، مقتطفات وانا بعمل الفضية وانا بعمل النيش، الحاجات دي. لكن اللي هو التنظيفات اللي انا بنضفها معاكم كل سنه ما صورتهاش للاسف، كانش فيه وقت خالص. وانا كنت عايزه انجز الوقت بتاعي عشان هعمل نوايا من العيد. اشتغلت السنه دي برضو نوايا من العيد. انا السنه اللي فاتت اشتغلت بس يعني حاجه بسيطه، ان كنت اول سنه اشتغل. السنه دي اشتغلت اكتر شويه، مش كتير طبعا برضو، بس اكتر شويه. فالاكتر شويه صغننين كمان والله، يعني حاجات محدوده بس بجد كانت طيرت لي مثلا اسبوع كده. شغل بقى ان انت تعملي البسكوت لوحدك على المكنه وتخبزي الكحك البيتفور. يوم شغل، ويوم تزيين، ويوم تعبية، والغريبة نفس الموقف والحاجات دي. فخد كل ده طبعا اخد وقت مني كبير كبير. فعشان كده ما كنتش عارفة ان انا تكون متواجدة معاكم. رغم ان انا كنت حرفيا بصحى مثلا من ساعة ما الولاد يروحوا المدرسة في شغل النوام، لحد مثلا الساعة 3 الساعة 4 أبدأ في الأكل. بعد كده خلاص المغرب، نغسل مواعين الفطار، العشاء، التراويح. أبدأ بقى إن أنا أشتغل برضو شوية حاجات لحد برضو الفجر. فكان كل ده ما كانش طبعا في أي حاجة إن أنا عارفة إن أنا أعمل فيها. حبيت ان انا اوريكم بعض مقتطفات بقى من الحاجات اللي انا عاملاها، واوريكم برضو لبس العيد بتاع الولاد. ده البيجايم، ودي التوك بتاعت البيجامه بتاعت الطقم. آه، التوك انا جايبه التوك دي بجد شكلها حلو قوي، وسعرها معقول جوي بالنسبه لاسعار التوك دي. للفستان انا هوريها لكم دلوقتي، ودي سلسله برضو للفستان. دول تانيين للبيجامه، وحلقين صغننين دول واحد للبيجامه وواحد للفستان. وده الكروكس. طبعا البيجامه كرومه كانت جايلها في عيد ميلادها من سنتين، بس كانت كبيره عليها وطلعتها لها لسه طالعه وكده. والترنج بتاع حنبله القله برضو جاي له هديه. انا جبت له بس الكروكس، وهو طبعا شكله غريب كده عشان يستحمل الضربات والصفعات اللي بيشوفها في الشارع. طبعا هو بيحب يلعب كرة، بيمشي يشوط الشارع يعني واحنا ماشيين. فعايز حاجة شكلها غريب شوية. برضو البوكليت ده كان جاي له هدية، وانا عينته للعيد. وطبعا الحمد لله اللي انا عملت كده، لان الاسعار في السوق رهيبة رهيبة بجد، اسعار فظيعة. والخامات زي الزفت، والاسواق وحشة جدا. وكنت جايبه له برضو البنطلون. انا اشتريت له بقى البنطلون ده على مش فاكر كان تقريبا ب280، وده سعر اقتصادي بالنسبه للاسعار دلوقتي. وجبت له الكوتش ده تقريبا برضو كان ب260. الدرس ده كان جاي لي كرومه في عيد ميلادها، انا برضو عينته لها. هو ورقي خالص ما فيهوش حاجه بس. وعندي اصلا انا درست نفس البتاع، عايزين نعمل بقى ماتشينج مع بعض. الكولون والهايكوت برضو كانوا جايبوا لها في عيد ميلادها. انا يعتبر ما جبتش حاجه الكارما غير الكروكس والكوتش بس، والاكسسوارات. غير كده كانوا حاجات جايه لها بقى في عيد ميلادها. الواحد بيستغل اعياد الميلاد دي جميله قوي. بس جبت لها بس الكوتش ده كان ب265. بس الخامة بتاعته جميلة أوي. كل ده أنا جايباه قبل العيد بفترة كمان، يعني تقريبا في شهر شعبان أو قبليه. وبرضه الشنطة دي كانت جايلها في عيد ميلادها. وشوف التوكة أنا أصلا جايباها بالصدفة والله، طلعت ماتشنج كده مع الشنطة، لولي ولولي شكلها عسل أوي. التوكة السودا ممكن احطها لها بقى ورا، او تبقى موجودة عندها استاتيك، يعني عشان انتوا عارفين الاستاتيك اللي احنا بنقعد نشتريها من الاير دي.
وده كان لبس العيد بتاعهم. انا ما حبيتش ان انا افوت اللقطه دي، انا مصوره الحاجات دي المفروض ان امبارح على اساس ان النهارده المفروض يبقى اول يوم العيد. وطبعا كنت مستعجله جدا ان كنت بخلص البيت وبخلص اللي ورايا، رغم ان انا فرشه المفروض قبل العيد بتلات اربع خمس ايام، الا ان انا كان كل يوم كنت بعمل حاجه معرفش ايه هي. جايبه الحافظه دي جديد، والمفارش انا قلت لكم نفسي اجيب مفارش تانية مكان الخرز اللي هي بتقعد تقع كل مره. جبت المفارش دي، هي رقيقه وصغنونه وسعرها بسيط، وفي نفس الوقت شكلها شيك. انا مش عارفه بصراحه هي في الغسيل هتبقى شكلها ايه، بس انا حبيت ان انا اجيبها من غير اي خرز اي لولي اي حاجه بتلمع، عشان تبقى عمليه شويه ما تزهقنيش في الغسيل. وكده كده اصلا المفارش اللي بتتفرش دي بيبقى شويه تراب بس، يعني عايزين شويه معطر وخلاص. وده الفضيه بقى اللي انا كنت عاملاها معاكم، ان شاء الله انزل لكم الفيديو بتاعها بعد كده. انا يعني عملتها ورصيتها. انا بحب كل سنه ان انا اعمل الفضيه، يعني ان انا المعها وانضفها. السنه دي على فكره كانت مش مطربه زي كل سنه. ربنا يستر بقى من شويه التراب اللي لسه جايين علينا، يعني ما يخلوش اللي انا عملته ده كله في الارض. اهم حاجه بس النش، والنش برضه عملته معاكم، هبقى انزله لكم باذن الله. كل ده طبعا اتعمل. انا مش عارفه احنا بنجيب عشان نوتر نفسنا، انا كنت متوتره توتر وانا بعمله. اليوم انا عملت النيش والفضيه في يوم. الفضيه قبل الفطار، طبعا بدري الصبح بدري، والنيش بقى بعد الفطار، بعد ما فطرنا صلاه التراويح وكده. بدات ان انا اعملهم. كل ده اتغسل. بغسله بطريقه معينه هقوله لكم عشان برضو ياخدش منكم وقت وبقى وتقعدوا تنشفوا الحاجه تعفن وكده. برضو المفارش دي للسفرة والدرسوار، هي برضو صغنونة ورقاوية على فكرة، مش باينة كمان في التصوير قوي، بس هي شكلها عسول خالص في الحقيقة. ونريح بقى الخرز شوية لانه يعني انهار يا عيني من من اللي شايفه. لا تتخيلوا اللحظة الحاسمة اللي انا بصور فيها ده، اللي هو بجد انا خلصت وانا بعمل شغل النعام البيت. كان رهيب رهيب، رغم ان انا بعمل لوحدي يعني بايدي، مش حد معايا في اي حاجه خالص. انا اصلا ما بحبش حد يبقى معايا وانا بشتغل لحد، خصوصا للناس. ما بحبش حد، لازم يبقى كله بايدي، انا اللي ببقى عارفه انا عايزه ايه والوقت ده، كل حاجه يعني بتبقى بايدي عشان تبقى حاجه واحده بس، يعني صنع ايد واحده بس مش كذا حاجه. حطيت المفرش ده الفروة كان عندي من زمان، وعملت الترابيزة اللي شايفين الترابيزة طبعا كان منظرها يقرف. عملتها بالرول الرخامي ده، شكلها بقى معقول، مش هقول لكم يعني اللي هو اول ما حصلش، بس شكلها بقى حلو مقبول شويه لو حد جه كده بقى شكلها معقول. الخطوه الجايه بقى ان شاء الله نفسي بقى في ترابيزه حلوه كده للانتريه. وزي ما قلت لكم دي بقى اللحظه اللي هي الحاسمه الجاسمه. خلصت، انا خلصت وبصور التاتش النهائي ده. طبعا اليوم اللي هو يعني اليوم اللي احنا صمناه زيادة ده ريحني كمان اكتر، لان كنت خلاص خلصت. بصراحة اليوم ده كنت مقتولة خلاص من الصبح. وانا شغالة طبعا انا لزقت الاشكال اللي انا كنت جايباها معاكم، وجبت برضو اللزق ده عملته كده. يكون الفيديو بتاعنا ده يا رب يكون عجبكم. مع السلامة.